بيضة واحدة ونص كوباية من العسل هتعملي لهم احلى فطار او عشاء، طعمه بجد تحفة. وعاوزة اقولك لو ولادك ما بياكلوش العسل الاسود بجد الوصفة دي تبقى ليهم، هياكلوها ومش هيعرفوا ان هي فيها عسل خالص. هنحط البيضة على نص كوباية العسل، وبعد كده هنحط عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. هضرب كل الكلام ده كويس. بعد كده ربع كوباية بس من الزبدة، استخدمت الزبدة الصفراء، وهنقلب كويس جدا وتكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني سيحيها وسيبيها تبرد. بعد كده عندي الدقيق، هاخد الاول كوباية ومعاه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلب بالمضرب الاول. الخليط هيبقى سايل شويه. بعد كده هبتدي بقى اشيل المضرب، وهاخد معلقه عشان ازود الدقيق الباقي حبه حبه، مش هزوده مره واحده. عندي هنا نص كوبايه من الدقيق، هزودها زي ما انتم شايفين كده على حسب محتاج. حطيت النص كوبايه واحتجت كمان معلقتين كبار، يبقى انا استخدمت كوبايه ونص من الدقيق وكمان معلقتين كبار، طبعا بتختلف حسب نوع الدقيق. بعد كده العجينه زي ما انتم شايفين انا عجنتها بالمعلقه، ضغطت عليها بس ما عجنتش كتير عشان ما تبقاش فيها عرق. هناخد قطعه صغيره كده ونبططها على ايدينا، لو لقيتيها ما شققتش وما لزقتش في ايدك يبقى كده العجينه خلاص مظبوطه. انا قلت لكم كميه الدقيق المظبوطه اللي خدتها معايا بالظبط. عندي هنا شوكليت شيبس، هكور بقى العجينه كور صغيره، وبعد كده هحطها في الشوكليت شيبس. عاوزه اقول لكم ان هو بيديها طعم حلو قوي، هياكلوها علشان انت حطاه عليها. انتوا عارفين الولاد الصغيرين بيحبوا اي حاجه يكون فيها شوكولاته عامه. الكميه دي عملت معايا صاج، يعني كان حوالي 15 واحده. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش وقت كمان، وانت بتعمليها 10 دقائق بالظبط وهتكوني مخلصاها. وطبعا العسل الاسود كلنا بنجيبه، وممكن ولادك ما يرضوش ياكلوه، في الوصفه دي هياكلوه وهتعجبهم جدا انا متاكده. جربوها وقولوا لي رايكم. كده خلاص انا هعمل واحده كمان معاكم، بعد كده انا هوريكم الصاج. هنا انا كده خلصت، اللي حابب طبعا يضاعف الكميه مفيش اي مشكله. وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 180، يكون شغال فوق وتحت، بياخد حوالي 20 دقيقه بالظبط. بعد ما بيستوي بنطلعه ونسيبه يهدى خالص. بعد كده نشيله من الصاج. انا كنت دهنه الصاج كمان زيت، وممكن ما تدهنيش تحطي ورق زبده. زي ما انتم شايفين كده هي دي الكميه، وخدوا منها كمان كالو. بجد حلوه قوي قوي، وكل اللي هيجربها متاكده ان هي هتعجبه. طعمها كده حلو كريسبي من بره ومن جوه طريه شويه، يعني بسكوت كده ما حصلش للفطار. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.